اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جمعه مباركه عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. النهارده الجمعه. عايزه اقول لك بقى يا ست، اطلعي بنص كيلو الدقيق اللي عندك وتعالي هنعمل بيه شويه كحك حلوين جدا. نقدمهم في الفطار الصبح الصبح كده للولاد مع كوبايه شاي او شاي بلبن. حاجه كده تحفه، سهل وسريع ولذيذ ومبياخدش وقت اطلاقا. وانا بخبزه كانت ريحته قلب البيت. محضره كوبايه الا ربع ميه دافيه، هنزل عليها بمعلقه كبيره سكر ونص باكيت خميره او مقدار 5 جرام خميره. الميه هنا تكون فتره او دافيه. كل اي حاجه بنعملها في الشتاء لازم تكون كميه السوائل فتره او دافيه. تمام. قلبت كده المكونات كلها مع بعض، وهركن الخميره على جنب كده بحيث تنشط او تتفاعل معايا. هكلمك على البهارات اللي هستخدمها، ودي حريه شخصيه ليك. انا محضره معلقتين كبار سمسم محمص، رشة ملح، شوية شمر وينسون مطحونين، شوية محلب. البهارات دي ترجع لك اللي انت، بس انا بحب البهارات دي بصراحة. انا محضرة سمسم محمص، انا بجيبه ابيض من العطار وبحمصه انا في البيت على البوتاجاز. شوية محلب، شوية شمر، شوية ينسون مطحونين مطحونين، وطبعا رشة الملح ما تنسيهاش. هبتدي اقلب المواد الجافة مع بعض الاول قبل ما انزل بالمواد السائلة. هنا بقى انا محضره بقى كوبايه الا ربع، معاكي من كوبايه الا ربع الكوبايه ماده دهنيه. انا استخدمت سمنه على زيت. اعملي ميكس بين السمنه والزيت عشان تديكي قرمشه كده حلوه للكعك. اهم حاجه هنا تبسي بقى كويس الدقيق بالماده الدهنيه. انا عايزه الدقيق يتغلف بالماده الدهنيه كويس جدا، اكنك بتعملي قراقيش كده. هو قريب جدا للقراقيش، وطريقته وعجينته وملمسها قريبه جدا من القراقيش. لازم نبسي الدقيق بالماده الدهنيه كويس جدا. يعني الموضوع كام دقيقة، يعني مش وقت ولا مجهود يعني. قبل ما ننزل بالخميرة بعد ما نشطت وتفاعلت معانا. لازم الخميرة تفور كده قبل ما نحطها على اي حاجة بنعملها. لازم تتأكدي ان الخميرة فايرة كده او نشطة. بعد كده يا ستي انزلي بنص او كوباية الا ربع لبن يكون دافي. طبعا الدقيق بيفرق. الدقيق بيفرق، يعني في نوع دقيق بياخد سوائل كتير، نوع دقيق بياخد سوائل قليل. فانا احتجت هنا تقريبا يعني كوبايه الا ربع لبن دافي. بعد كده انت مش هتعجني، انت مجرد ان انت بتلمي المكونات مع بعض. ما تعجنيش، لو عجنتي العجينه هتاخد عرق منك ومش هيبقى حلو. مجرد ان انت تحسي ان العجينه خلاص بتتشكل ومفيهاش تشققات، خلاص بتغطيها وبتسيبيها ترتاح كده في مكان دافي قيمه مثلا 30 دقيقه 40 دقيقه. هي مجرد ان هي ترتاح بس شويه عشان لما تيجي تفرديها تبقى سهله معاكي. بالنسبه لحجم القطع انا هبتدي اقطعها قطع. بصي اعمليها قد الليمونه الكبيره شويه، بس حاولي وانتي تقطعيها يكون كل القطع قد بعض عشان لما تيجي تقدميها في الاخر يبقى شكلها حلو، كلها شكلها متناسق ونفس الحجم. انا عملتها تقريبا 27 جرام، معاكي من 25 لحد 27 جرام. هتفتليها ازاي؟ هتجيبي يا ست قطعه قطعه وتفرديها بين ايديكي بالشكل ده، وتحاولي تفتليها. وانتي بتفتليها ما تخليش ما تخليش قطعه تخينه وقطعه رفيعه، او قطعه سميكه مثلا وقطعه رفيعه، لا، لازم كل السمك يبقى قد بعضه، وتلفيها على بعضها وتقفليها على بعضها بالشكل ده كده. بصي يا ستي سهله جدا وما بياخدش وقت خالص. احلى حاجه في الشتاء بقى نسقسق كده مع كوبايه شاي بلبن كده، دي احلى حاجه بصراحه. انا جبت لك واحده تانية عشان لو اوريكي الطريقه مع انها سهله جدا. بصي مفيش ابسط ولا اسهل من كده. كده خلصت كل الكميه وخدتش مني وقت خالص. طب الكميه دي عملت لي قد ايه؟ عملت لي الصينيه الكبيره دي اكبر صينيه عندي، وعملت لي صينيه كمان حجم وسط. تمام. هغطيهم بقى بعد الخطوه دي واسيبهم يرتاحوا 30 دقيقه قبل ما اخبزهم في الفرن. طب بالنسبه للخبز هيبقى ازاي؟ هدخلهم فرن سخن، طبعا صينيه على درجه حراره 180. مش الرف الاوسط، لا، الرف اللي فوق الشعلة على طول، اللي هو على الصاج. هياخد لون من تحت على طول، ما بياخدش وقت اطلاقا. اما ياخد لون من تحت هتولعي له الشوايه دقيقه بس. انا اما وريتهولكوا هنا كان طري شويه عشان كان لسه طالع، لكن انتي اما تسيبيه شويه بيقرمش وبيبقى خطير. بص بقى الجمال والروعه. اقسم بالله وانا بخبزه كانت ريحته قلبه البيت كله. ريحه بقى السمنه مع البهارات. الولاد يقولوا لي انتي عامله كعك العيد ولا ايه؟ قلت لهم لا، ده كعك مفتت، بس طلع تحفه. تحسي كده بريحه الخبز في البيت وريحه الخير في البيت. وهو الشتاء مش عاوز غير كده بصراحه. الشتاء عاوز السقسقه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.